موضح في المرافعة. مصطفى أحمد عجمي حاضر على المتهم. دفع الحاضر عن المتهم. دفع واحد يا ريس هو انتفاء أركان جريمة تبديد المنقولات المنصوص عليها في المادة 341 عقوبة. معالي الرئيس الكريم، لست أدري ماذا تريد قوانين الأحوال الشخصية من الزوج في مصر. الزوج ده تزوج زي أي واحد في مصر النهارده باجي اتجوز وما دفعش مهر، عايز اتجوز السيدة أمان، جاب المنقولات الزوجية واشتراها واداها لها على سبيل المهر. اتفضلي يا ستي المهر، عايزين مني حاجة؟ دخل أنجب، رفعت خلع سيد الرئيس وقالت إن المهر ده 1 جنيه، إن الراجل دخل يتجوزها بجنيه. يعني هنا الزوج في مصر اتجوز بجنيه. طيب جت بقى بعد كده خدت المنقولات بالقايمه، رفعت عند معاليك قضيه، خدت حكم حبس غياب واحنا مش عارفين دلوقتي. هي دلوقتي بقى عملت تمكين منفرد بعد لما خلعت، عملت الاول تمكين مشترك، بقى لما عملت تمكين منفرد دخلت الشقه، طبعا كسرت الشقه وجردت كل المنقولات اللي موجوده فيها، اللي ملكها في القايمه واللي مش ملكها، واستلمتهم دون ملكه في حقه. فانتقلت حيازه المنقولات اساسا من في حيازتها دلوقتي المنقولات، وادي الصوره الرسميه من 3 ورقات موجود فيهم كل التفاصيل اللي انا بقولها، اضافه الى معالي الرئيس. هي راحت بلغت قالت الراجل ده بدد المنقولات، والجريمه لها اي جريمه لها ركن مادي وركن معنوي. القصد الجنائي هنا انتفى القصد الجنائي لان المنقولات موجوده وفي حيازتك. فين بقى جريمه تبديد المنقولات اللي انت عايزه تعاقبي زوجك؟ خلاص خلعتي بالجنيه وادي حكم الخلع معالي الرئيس. مفيش حد في مصر بيتجوز بجنيه، احنا بنروز بالقضاء ليس في هذه الدعوه فقط. جنيه حافظه في حافظه مستندات معالي الرئيس، في نفس الحافظه بتاعت المحضر بعد اذن معالي، هعليها عليه حالا. يعني رئيس الزوج في مصر انا مش عارف يعمل ايه في البلد دي يا فندم، مش عارف رئيس الزوج يعمل ايه، ما عرفتش معاليه. خدت المنقولات مع الرئيس وعرضت جنيه وهي ما خدتش جنيه، هي كانت واخده منقولات. ما فندم ده ليه علاقه بده، كله يا فندم ليه علاقه ببعض.